السلام عليكم وحلقة جديدة من Around the World. في شوية غلطات بتتكرر كتير قوي في موضوع السفر. ممكن تخليك تخسر فلوس أو تعطل لك السفرية أو تضيع لك السفرية خالص. فخلينا نتكلم في الموضوع ده النهاردة، وبما إن الغلطات كتير قوي فإن شاء الله هيكون في فيديوهات نكمل فيها بقية الحاجات دي إن شاء الله. طيب، اول حاجه التاشيره. دلوقتي معظم التاشيرات بيطلب منك حساب بنكي، فالناس متخيله انها تروح تستلف مثلا 60 70 الف جنيه تروح تحطهم في الحساب وبعد كده تبقى تشيلهم بعدين، بس تقدم الحساب البنكي للسفاره فهي كده عملت حاجه يعني تمام. هو الحقيقه ان السفاره بتبقى محتاجه تعامل على الحساب اكتر ما هي مجرد قيمه كده بتتحط في الحساب وخلاص. تاني حاجه، لو البلد اللي انت رايحها دي محتاجه فيزا اونلاين، فلازم تتأكد إن بيانات الباسبور هي بالظبط نفس البيانات اللي مكتوبة في الفيزا، لأنك لو سافرت لحد البلد اللي أنت رايحها دي واكتشفت إن في حرف غلط ما بين الباسبور والفيزا مش هتعرف تخش البلد. بالنسبة للناس بقى اللي بتستخدم الكريدت كارد وهي مسافرة، لازم تروح للبنك الأول تبلغ إن هي هتسافر البلد الفلانية لفترة معينة، عشان دلوقتي معظم البنوك لو في تعامل من برا مصر بتروح قافلاه كنوع من السكيورتي يعني. طبعا شيء غير يعني مفروغ منه، هو ان الجنيه المصري ملوش اي تلاتة لازمة برا مصر، ويمكن ولا جوه مصر كمان. فاحسن حاجة ان انت هتحول فلوسك اللي هتسافر بيها لدولار او يورو او استرليني، وبعد ما توصل البلد اللي انت رايحها دي لو ما بتستخدمش واحدة من التلات عملات دول، حولها من هناك وخلاص. بالنسبة للطيران، لو انت اللي هتنظم السفرية بتاعتك، يعني مش شركة سياحة ولا شركة الطيران هي اللي عاملة الترانزيت ده، فأهم حاجة لو في ترانزيت تتأكد إن في وقت كافي ليك إن أنت تلحق تروح الطيارة التانية، يعني مثلا 4 5 ساعات ده كويس. لأن أنت مثلا لو اخترت الترانزيت ساعة، فيعني أحب أبشرك أكيد الطيارة التانية هتفوتك. تاني حاجة، اتأكد إن أنت لو أنت برضو اللي عامل الترانزيت ده، اتأكد إن البلد اللي هتقف فيها يكون ليك أكسس ليها، يعني يا إما معاك الفيزا بتاعتها أو هي بلد أصلا من غير فيزا، لأن غير كده مش هتعرف تسافر أصلا من مصر. تالت حاجة برضو في موضوع الطيران هي اللو كوست كارير أو الناس اللي بتسافر على الطيران الرخيص. كنا اتكلمنا في الموضوع ده في فيديو قبل كده، بس يعني خلينا نقول نأكد برضو هنا إن الطيران ده بيسمح لك بس ب7 كيلو تطلع بيهم على الطيارة. 90% ما بيبقاش فيه شنط بتتشحن، فلو انت عايز تشحن شنطة، الأحسن وانت بتشتري التذكرة تزود الأوبشن إن انت عايز تشتري شنطة للشحن. غير كده لما تروح المطار واكتشفت ان انت معاك شنطة عايز تشحنها، هيضيف عليك غرامة، هيعاملك ان هي غرامة مش تمن شحن شنطة. فالأحسن ان انت تبقى مظبط امورك من قبل ما تحجز التذكرة. تالت حاجة برضو مهمة، او يعني رابع حاجة مهمة في الموضوع الطيران والفيزا والحاجات دي، هي الفيزا بتاعتك هل هي مالتيبل انتري ولا سنجل انتري. وده مهم لان في ناس بتحجز مثلا من مصر لبلد معينة رايح جاي، وتكون الفيزا بتاعته سنجل انتري، وبعد ما يخش البلد يلاقي بلد جنبها عايز يروحها، فيقرر ان هو يطلع من البلد دي يروح بلد تانية، وبعد كده يرجع عشان يلحق الطيارة بقى. فحضرتك مش هتعرف تخش البلد لان لو هي الفيزا سنجل انتري فهتضيع عليك الطيارة بتاعت مصر. فالأحسن إن احنا نتأكد هل سنجل أو مالتيبل، وبعد كده نبقى نعمل حجوزاتنا عادي. بالنسبة للدوكيومنتس أو الباسبور والبطاقة والكريدت كارد اللي هي الورق المهم، يعني الأحسن إن أنت تعمل منه نسخة تخليها معاك كده في فايل على جنب، عشان لو لا قدر الله الباسبور او الورق الاصلي ضاع يبقى معاك الفايل ده موجود، يعني تعرف تتعايش بيه. لو كمان ده ضاع، فالاحسن بقى ان انت تكون مصور الورق ده بالموبايل وبعتها على الميل، بحيث ان انت تعرف لو كل الحاجات دي ضاعت من اي كمبيوتر او اي انترنت تعرف تنزل الحاجات نسخ تانية يعني. طبعا وانت مسافر طبعا مش محتاج اقولك ان انت متنساش الباسبور، لان انت لو رحت لحد المطار من غير باسبور مش هتسافر. نفس الكلام بالنسبة للشباب اللي في سن التجنيد، لو رحت لحد المطار ومعكش تصريح السفر أو إعفاء الجيش مش هيطلعوك من المطار. وحاليا في تصريح الأمني، وده بقى خلينا نتكلم فيه شوية، لأن هو مش واضح أوي، يعني كل شوية بنشوف في الجرايد بلاد جديدة بتضاف، بلاد بتتشال، يقولك لو بتشتغل مش محتاجين تصريح. فعشان تريح نفسك يعني من الموضوع ده، معلش هتروح لمجمع التحرير قبل ما تسافر وتسأل البلد دي إيه نظامها. نخش بقى في موضوع الشنط. وللأسف احنا كمصريين يعني بنحب اوفر باك، او يعني بنحب نحضر شنط. مثلا مسافر اسبوع ولا 10 ايام تلاقي شنطتك ما شاء الله 30 40 كيلو لبس، مش فاهم ليه. بس انت مش محتاج كل ده، وخفف على نفسك لان انت برضو اكيد هتشتري حاجات وانت راجع يعني. فالاحسن انت يبقى معاك شنطة صغيرة
تعرف تشيلها وتتحرك بيها بسهولة، وكمان ما تدفعش فلوس زيادة في الشحن او الكلام ده. بالنسبة للسوائل والحاجات الحادة، ما ينفعش تحطها في الشنطة اللي هتطلع بيها على الطيارة، فالأحسن إن أنت تخليها في الشنطة اللي هتتشحن. وحاجة برضو مهمة جدا جدا، نوع الشنطة اللي أنت بتسافر بيها. الأحسن إنها تكون شنطة على الظهر، أحسن ما تكون شنطة بتتجر، لأنها أسهل كتير في الحركة والشيل وأخف بكتير، فأسهل لك يعني. آخر حاجة بقى، وده طلب يعني معلش للبنات، بلاش يا جماعة تلبسوا كمية اكسسوارز ومجوهرات وحاجات دي في المطار، ملهاش أي لازمة يعني، ولا حتى في البلد اللي أنت مسافرها يعني، عشان أنت كده بتعرضي نفسك للسرقة أسهل من أي حد تاني لو أنت لابسة حاجات شوي أوي يعني. بالنسبة بقى للمطار، أكتر حاجة بقى بتضايقني أنا يعني، إن إحنا بنقف وراكوا ساعة في التفتيش مستنيين حضرتك تشيلي الأكسسوارز دي تحطيها وتعدي بعد كده من التفتيش، بعد كده تستني بقى ساعة تانية تلبسي الحاجات دي، واحنا واقفين وراكي طابور، وهي أصلا مفيش حد محتاج أكسسوارز في المطار يعني. فمعلش يعني بلاش اكسسوارز كتير قوي واحنا مسافرين. بس هنكمل ان شاء الله الفيديوهات الجايه برضو عن باقي الغلطات في السفر. فلو عجبكم الفيديو وحسيتوا انه مفيد، ممكن تعملوا له شير، وما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك Around the World، واعملوا سبسكرايب في الشانل عشان يجيلكم باقي الفيديوهات الجايه ان شاء الله. واشوفكم على خير. السلام عليكم.